الفيديو دون هيكون ملخص سريع ازاي قضينا رمضان 2020 كله في البيت بسبب الحظر والكورونا. هوريكم روتين يوم كامل من اول الصحيان لحد الفجر والسحور. ازاي بنقضي اليوم وايه الانشطه اللي بنعملها خلال اليوم في رمضان. هوريكم كمان الديكورات اللي احنا غيرناها في الصاله وفي الاوضه. والزينه دي كلها ازاي اتعملت هاند ميد. وهوريكم كمان عجينه تحفه جدا كانت مسعفه لينا طول رمضان. وحرفيا رمضان السنة دي مختلف تماما عن كل سنة، والأنشطة اللي كنا بنعملها في الأوقات التانية مختلفة من خروجات وعزومات وبحر وكده. لكن كان رمضان كان حلو جدا، كان فيه تفاصيل كتير جدا حلوة قوي، وبجد احنا اتبسطنا جدا في رمضان ده. في الأول دون كان شكل الصالة، حبيت أغير حاجات بسيطة فيها. الحيطة الذهبي دي شلت كل الزرع اللي كان موجود عليها، ودون ورق فوم عازل للحرارة، وبيتباع في أي محلات للديكورات وللبوهية وكده. جبنا ألواح على قد الحيطة ولزقناها، هي ذاتية اللصق على طول. ودهنت هنا الخشب السدايب دون. دي الديكورات اللي أنا عملتها كلها، هوريكم برضو في الفيديو ازاي نعمل كل واحد منهم. دي كلها حاجات بسيطة جدا. الأطباق دي أنا رشاها بالسبراي الذهبي، وهوريكم الديكورات التانية عملتها ازاي. هنيجي هنا عند الديكور اللي كان عند ترابيزة الأكل. هنا حطينا طقم شراشيب. الطقم دون بيكون معاه زي ما انتم شايفين هنا المفرش والكوسترات والكوستر الكبير بتاع الحلة. حطيناهم وحطينا عليهم مفرش بلاستيك عشان يكون سهل في التنظيف. ودون زينة انا برضو كنت عاملاها بايديا بالورق، لكن دي كانت زينة السنة اللي فاتت فظبطتها تاني في المكان دون. وحطيت هنا ديكورات برضو بسيطة كانت موجودة عندنا من السنة اللي فاتت. وبقى دون الكورنر كامل بتاع الأكل. وهنا حطيت حبل نور فوق الشراشيب. هوريكم بقى ازاي عملت الهلال دون. اول حاجه هنكون محتاجين طرتين خشب الطرات بتاعه التطريز، واحنا بنتحكم في حجم الهلال من ان احنا نحطهم فوق بعض. اخترت هنا الحجم الوسط دون، وعلمت بالقلم وقصتهم تمام. وكده الدايره الصغيره والدايره الكبيره دخلتهم في بعض بالشكل دون، عملت شكل الهلال. وطبعا الحواف مش مظبوطه، هنرسم احنا بايدينا وهنقص حسب ما تكون الزوايا حاده ومظبوطه مع بعضها. هبدأ هنا بقى ألزقها بالشمع. دون ورق فوم جليتر ذهبي، قصيته وقصيت برضو النجمة وقصيت من فوقها بحيث أعمل نجمة مجوفة ونجمة كاملة. عملت منهم كمية، وجبت هنا ورق سلوفان شفاف ولزقتهم جنب بعض على شكل هلال تمام. دون طبق صغير كان بتاع مكسرات، رشيته بالسبراي الذهبي. ودون حبل نور بنجيبه من عند الادوات الكهربائيه، بيكون حبل نور معاه بطاريه، بيشتغل بالبطاريه مش بالكهرباء. هنا خرمت خرم في الطبق ودخلت جواه حبل النور، وابتديت بقى ان انا جبت الدبل فيس ولزقت حبل النور فوق النجوم اللي انا عاملاها زي شكل الهلال اللي انا عاملاه دون بالظبط. بعد كده حطيت دبل فيس تاني، وجبت ورقة سلوفان تانية كبيرة ولزقتهم فوق بعض بحيث خلاص بقى احمي الطبقة الخارجية تاني من النجوم ومن حبل. وبعد كده جبت الهلال وقسته واتأكدت ان حبل النور داخل الاطار بتاع الهلال، لزقته فوقه بالشمع. وجبنا بقى المقص وقصينا كل الزيادات، وفي الاخر بالكبريت بنمشيه علشان نحرق كل الورق الزيادة. وهنا عملت نجمة من الورق الذهبي ولزقتها برضو في الفانوس بس. وكده شكل الهلال المضيء سهل جدا، مفيهوش اي حاجة، بنولع وبنطفي من ورا من الدائرة الكهربائية الملزوقة اصلا في الحبل. دون تاني حاجة هنعملها وهو الفازة اللي مكتوب عليها رمضان كريم. الديكور دون محتاجين هنا علبة لبن عادية، ودون ورقة رخام لزق A4 تقريبا بتطبع ب2 جنيه تقريبا او ب3 جنيه. طبعتها ولزقتها هنا هون فوق العلبة، ودخلت الحواف وظبطتها. دي علبة تورته. قصيت منها الورق الذهبي اللي عليها لان ما كانش عندي فرصه انزل المكتبات وادور وكده على ورق ذهبي بسبب كورونا. فحاولت اتصرف من منتجات موجوده في البيت. فهنا هو ظبطتهم، قست المقاس بتاعها ولزقتها برضو بالشمع على الطرف بتاع العلبه. هنا ممكن نشتري فرع ورد او اي بوكيه عندنا. انا هنا الحاجات كلها عاملاها من البيت، فدون بوكيه كان عندنا. قطعت الورق الاخضر ولزقته وظبطت من النص بالورد الابيض.
وجبت هنا هون الورد الصغنن دون، عملت منه برضو تفاصيل صغيرة. وكده خلاص تقريبا الفازة خلصت. جبت هنا برضو ورق دهبي جليتر من الفوم، وقصيت كلمة رمضان كريم، كتبتها وقصيتها وفرغتها بالقطر، واديتها هنا هون رشة سبراي، ولزقتها ورا بقطعة خشب وثبتها، وكده خلصت. هنعمل بقى دلوقتي الديكور الثالث، وهو برطمان الشمع. هنا عندنا ورقة انا طبعتها، ورقة ظل الجامع، وممكن عملتها برضو تاني هتشوفوا بان انا رسمتها على ورقه فوم اسود وقصيتها، او ورق كانسون اسود وقصيتها. انا جربت هنا في الاول ان انا الزق بالغيره وبعد كده ارش الذهبي، ما عجبتنيش الحركه دي فغيرتها ورشيت الاول البرطمان، وبعد كده قصيت ورق بالفوم الجامع انا رسمته وقصيته ولزقته على البرطمان من فوق، وجبت هنا حبل خيش وربطته حوالين فوهة البرطمان، وربطته كمان برضو من تحت، عمل شكل حلو جدا. دي شمعة معطرة، ممكن اي شمعة عندكم في البيت، لزقتها جواها بالشمع، وطبعا بيتولع بالكبريت، وشكله حلو جدا، وديكور حلو قوي، بيعمل جو فظيع جدا. وطبعا كلها حاجات بسيطة جدا، يعني منتجات تقريبا كلها من البيت. دون بقى ديكور الأوضة، جهاد اللي عملته اختي. ظبطت هنا بقى ايه، عملت قصت من الفوم ومن الكانسون، عملت شكل الهلال وشكل الجامع، وعملت شراشيب بكلمة رمضان، لزقتها برضو بالدبل فيس. ودون حبل الهلال والنجوم، قصتهم ولزقتهم في خيط صنار عشان ما يبانش، وعلقناهم برضو. وطبعا حبل النور حاجة أساسية، ودي احد المحاولات الفاشله اللي للاسف ما نجحتش مني وباظت، وما كانش في وقت عندي ان انا اعملها تاني من اول وجديد. هوريكم بقى دلوقتي روتين يوم كامل في رمضان ازاي بنقضيه من اول الصبح. انا بصحى تقريبا في رمضان حوالي الساعه 2، بصلي الظهر، وماما غالبا اللي بتنزل تشتري الحاجه، بس انا ساعات بقى بنزل لو انا عايزه اجيب حاجات معينه او انزل معاها، بنزل اشتري. وطبعا بقى ايه، بنرجع نبدا نحضر في الفطار، ونبدا نحضر في الترابيزه. وتقريبا الوقت من اول ما بنرجع من بره لحد ميعاد الفطار كله بيروح في تحضير الاكل وتحضير الترابيزه. طبعا بقى الاكل السنه دي كان اكتر حاجه عليها اهتمام جدا، كان حاطين فيها كل اهتمامنا. كل يوم بقى عملنا اكلات مختلفه جدا منوعه وحلوه جدا. في اكلات كتير نزلتها على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وفي برضو وصفات نزلتها هنا على اليوتيوب. بس حرفيا بجد رمضان ده تقريبا كان كله اخد اهتمام كبير جدا بالاكل، بسبب ان احنا طبعا قاعدين فاضيين، ما بننزلش، ما بنروحش في اي مكان وكده، فكان لازم ياخد كل حقه وزياده. بنخلص بقى الفطار، واول حاجه نعملها، ودي عاده اكتسبناها جديده، ان احنا لازم نشرب شاي بعد الفطار، لازم اول ما نخلص على الشاي على طول. وطبعا بنتفرج في الوقت دون على رامز دون حب حياتنا، يعني بنحبه جدا. بنخلص رامز بقى وبنتفرج على برنامج اغلب السقة، بنبدا بقى نكون فوقنا شويه، والوقت ده بيكون وقت الحلويات. النهارده هنحضر حلوى رموش الست، واخترتها هي بالذات لانها كانت مختلفه جدا ولذيذه جدا. بنجيب نص كوبايه زبده ومعلقتين سكر بودر، وبنقلبهم مع بعض كويس جدا. بعدين بنضيف لهم بيضة، وبنضيف لهم معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من اللبن، ونرجع نقلبهم كويس جدا لحد ما البيضة تختفي تماما. نبدأ بقى الوقت نحط كوباية وربع دقيق، نص كوباية سميد، معلقتين جوز هند، ونص معلقة بيكنج باودر، ونخلطهم مع بعض كويس جدا. وبعدين نرجع نضيف البودرة دي للزبدة اللي كنا عملناها من شوية، ونقلبها. وبعد كده بنعينها في الفريزر او في التلاجة لحد نص ساعة. نرجع بقى نشكلها على شكل عين، ونعمل بالشوكة رموش. الناس بتعمل اشكال مختلفة، بس انا وجهاد قررنا ان احنا نعملها على شكل رموش كده عشان تكون رموش الست. بعدين بنحط بقى لبن وبيض على الوش، وندخلها الفرن. اول ما بتطلع وتبقى دهبي نحط لها شربات الحلويات وجوز الهند. اخترت اوريكم الوصفه دي بالذات لان احنا اول مره نجربها السنه دي، وبجد كانت تجربه حلوه جدا. بنبدا بقى الوقت نحضر القهوه. وبرده القهوه دي من العادات الجديده اللي احنا اكتسبناها في رمضان السنه دي، ان احنا كلنا اصلا ما نشربش قهوه. بنبدا بقى الحلويات والقهوه، ونتفرج على مسلسل البرنس، مسلسلنا المحبوب جدا في رمضان.
بعد ما المسلسل بيخلص الوقت بقى كل واحد فينا بينفصل يشوف بقى ايه مصلحته ويعمل حاجات عايز يعملها ببقية اليوم بتاعه. هوريكم بقى الركن المخصص للعبادات. انا اخترت بقى الزاوية اللي هي المركونة دي، وبقفل بقى النور وشغل النور الهادي دون، بيكون جو حلو جدا ان هو يدخلك في مود حلو قوي في رمضان. نبدأ بقى دلوقتي نحضر السحور، واخترت لكم عجينة حلوة قوي. العجينة دي تحفة جدا، طول رمضان كانت يعني بطل معانا بجد، سريعة جدا مش بتحتاج وقت ان احنا نخمره فيها. اول حاجة بنحتاج 3 اكواب من الدقيق، ونحط لهم بالظبط كوباية من المية الدافية، ونضيف لهم معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، وربع كوباية من الزيت. بس كده بنعجنهم مع بعض بإيدنا او بالعجان، وما بتتخمرش زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى طرية جدا وهشة جدا وناعمة. ببدأ اشكلها بقى على طول، وده احسن حاجة فيها ان هي ما بتاخدش وقت، وتقدروا تشكلوها باي طريقة انتوا تحبوها، وتحشوها باي حشوة انتوا حابينها. انا النهاردة عملتها بحشوة السوسيس، وبجد الحشوة دي لذيذة جدا، واللفة دي سريعة جدا جدا في الوقت. بخلص وبدهنها ببيض ولبن، وبرش السمسم، وادخلها الفرن. وزي ما انتوا شايفين كده بتطلع تحفة جدا، طرية جدا جدا جدا، احلى من اي عجينة في الدنيا، وسريعة جدا ومش مكلفة خالص زي ما انتوا شايفين. تعتبر الصراحة سحور مثالي جدا وسريع قوي. السحور بقى كل مرة بيختلف من يوم ليوم. النهاردة اخترت لكم السحور دون عشان اوريكم العجينة اللذيذة دي. وبنتجمع بقى نسحر، وبنقعد بقى ايه اللي عايز يكمل بقية اليوم في عبادات أو يعني كل واحد حر برضه في التوقيت دون، بيعمل اللي هو عايزه. وكده اليوم بيخلص. طبعا كل يوم بيكون مختلف عن اليوم اللي قبله بتفاصيل مختلفة، لكن تقريبا الروتين واحد. رمضان السنة دي ما كانش فيه الحاجات اللي احنا بنعملها زي كل سنة من فسح وخروج. البحر دون كان عامل كبير جدا بالنسبة لنا، الفطار على البحر ده كانت من أسعد حاجات اللي احنا بنعملها. لكن كان حلو جدا، كان في جو أسري حلو قوي مختلف عن كل سنة. كان في اجواء لطيفه جدا ان احنا نقعد مع بعض بعد الفطار وبعد السحور، بنقعد انا واخواتي نلعب ونهزر ونتكلم. يعني كان في فرصه اكبر ان احنا نتكلم كلنا مع بعض، وان احنا نقضي وقت طويل مع بعض اكتر في رمضان. اخر بقى 3 ايام في رمضان دول بيكون لهم طقوس خاصه من تنظيف وعمل الحلويات، الكحك البوتيفور والزينه والحاجات دي كلها بتكون طقوس خاصه، فما قدرتش ان انا احطها في الفيديو. لو حابين ان انا اعملها في فيديو لوحدها ممكن تقولوا لي واحطها لكم برضو.